السلام عليكم، معكم الشاف رضا. اليوم ان شاء الله راح نديرو كاطو اللي هو كاطو بالتوابل، حلوى بالتوابل. المكونات نتاع الحلوى هذه عندنا 140 غرام زبده، 140 غرام سكر، 100 غرام فرينه، 2 صفار البيض، 2 بياض البيض، عندي حبه حلاوه، عندي القرفه مرحيه، زيت، زنجبيل. وهذه المكونات هذوما اللي راح يعطروا الحلوى ديالي نتاع اليوم. نتكلوا على بركه الله. عفوا، زياده على هذا الملح باش ما ننساش. نتكلوا على بركه الله. نخلط الزبده مع السكر. هنا بعد ما ندير المكونين هذوما داخل لاكيف تاع الباتور ديالي، نخليهم يدوروا حوالي 30 ثانيه مع بعض باش ومن بعد نضيف لهم صفار البيض. نخليهم هكذا قلت لمده 30 ثانيه باش ومن بعد نزيد نضيف لهم المكون الثالث واللي هو صفار البيض. نلم كامل المكونات ديالي في الوسط بهذه الطريقه. ونعاود نخدم مره ثانيه. هنا راح نضيف صفار البيض. معليش نضيفو كامل على ضربه ولا كامل على مره، ونعاود نخلي المكونات تندمج مع بعضها. ديما بالك الاخوه المشاهدين كانوا خداو فكره على العمل اللي نديرو انايا. نحب ديما كي نخدم بالسكر مع الزبده ديالي ندورهم مليح. هذايا ندير هذا الشيء هذايا باش تكون عندي نتيجه نهائيه مليحه. نوقف لهنايا كلش، نخدم بيدي ما فيها والو كي نخدم بيدي. وكنت ديما نقول باللي لا ميير كورن ولا لا ميير ماريز اللي هكذا باش نحي في هذه الوضعيات هذه هي اليد. نزيد مكون ثالث، نخلط المكونات هذوما غير بالعقل. بهذه الكيفيه كما رانا نلاحظوا. والان نروح نزيد التوابل ديالي. التوابل ديالي ما نضيفهمش كامل على ضربه، ندير غير بشويه كما رانا نشوفوا. معناه كل التوابل كي نخلطها مع بعضها من المستحسن تكون عندي ملعقه تاع قهوه معمره. خلونا انا نخلط مليح هكذايا، نروحوا ناخذوا فاصل ونواصل. كما قلنا المرحله النهائيه دوك راح نطلع انايا بيض البيض ديالي.
حبتين تاع بياض البيض مع قرصه تاع ملح. هنايا نطلعهم كيما قلنا في الاعداد السابقه، كيما كل خطره نخدموا حلوه اللي يكون فيها بياض البيض، نخلوا بياض البيض ديالنا يطلع المستوى اللي لازم نسحقوه حنايا، وسرعه الخلاط تكون في اقصى سرعه. الحلوه هذه كما راكم تشوفوا، حتى وان كان واحد مبتدئ يشاهدني لاول مره ينجم يدير الحلوات كامل اللي راني ندير فيهم. هذه حلوات ماشي معقدين بزاف ولا ما فيهمش بزاف تركيبات اللي الواحد يصعب باش يخدمهم. انا ديما نسي نمد حاجه اللي تنجم يديرها اي واحد. راني نشوف باللي بياض البيض ديالي راهو بدا يطلع، وهذه النتيجه اللي راني حابها. من ماذا بيا تكون عندي نتيجه مليحه. هنا كما رانا نشوفوا او طلع بياض البيض ديالي، نحيه ونخلط بياض البيض مع المكونات الاولانيين اللي درتهم. ديما كي نطلعوا بياض البيض يقول لك باللي لازم تكون عندنا ان باك دو وازو. هاوليك ديما كي نخدموا بهذه الطريقه. نسي نخلط المكونات هذه اللي عندي مع بعضها. بالطريقه هذه. هنا ولا لاحظتوا في المقادير ما مديتش الخميره كيميائيه، لانه بياض البيض هو اللي راح يدير الدور تاع الخميره ان صح التعبير في الحلوه اللي انا نخدموا فيها. هذيك الطريقه كيفاش راني نخدم، طريقه سهله وقد ما نبسطوا في الامور النتيجه تكون مليحه. ها هذيك المكونات كيفاش تخلطت كامل مع بعضها، نشوفوا لهنا. نعمر انايا العجينه، نديرها له نعمر كامل، ما نخلي ولا شيء داخل الباسينه. ونعمر الليمون بهذه الطريقه. الحلوه هذه علاش حتى ان بعض المشاهدين يتسائلوا يقول كيفاش التوابل نخلطوها مع السكر. على بالي حاجه هديه جديده علينا احنا في الحلويات تاعنا، بصح حاجه مليحه اللي نجمو نخدموا بها. ها
بهالطريقه هذه رانا نشوفوا كيفاش عمرنا لي مول تاعنا. نروح نديروهم يطيبوا في درجه حراره نتاع 170 درجه لمده 10 حتى 12 دقيقه. انتظرونا نروحوا ندو فاصل ونعاودوا نوليو لكم باش نشوفوا النتيجه النهائيه. اخواننا المشاهدين، رانا نشوفوا حلوه التوابل ديالنا كيفاش جات. نعاود نذكر حلوه التوابل، قلت لكم باللي الحلوه هذه تدوا المقادير وتزيدوا تطبقوا التعليمات اللي مديتها راح تخرج حلوه ولا اروع. بنا فيها مضمونه 100%، واحنا على قناه البنه ان شاء الله نكونوا مدينا لكم المعلومات بالقدر الوافي. ان شاء الله تخدموها ثاني وتمدونا اقتراحاتكم ولا انتقاداتكم بصدر رحب نتقبلوها. نقول لكم مع السلامه، نتلاقاو في الحلقات الجايين ان شاء الله. مع تحيات شاف رضا، سلام.